اهلا بيكم يا حبايبي. النهارده بقى طبعا ما ننساش مع كل المصايف والشواطئ والاماكن اللي ظهرت دي. طبعا اسكندريه هي الاصل. اسكندريه وجمال اسكندريه. اسكندريه ما شاء الله، اول ما تدخل كده تحس كل مكان في مصر له جماله الخاص بيه. يعني اسكندرية، راس البر، دمياط، بورسعيد، اسماعيلية، كل مكان ليه طابع خاص وريحة خاصة بتميز المكان وذكريات مع المكان. زي ما انتوا شايفين كده، دي دخلة اسكندرية. وهنا بقى احنا رايحين فين؟ رايحين شاطئ ستانلي. زي ما انتوا شايفين كده، لفت نظري قوي هناك الاشارات بتطول قوي. مش عارفة ليه، يعني الاشارة وقتها طويل قوي ان انت تقف في الاشارة. دي حاجة. هنا بقى هنشوف كوبري ستانلي هيبقى على ايدنا الشمال. وهنا بقى هنروح فين؟ هنا الاتجاه بياخد يمين كده. انت بتبقى ماشي يمين اجباري، لان تقريبا شمال بتلف من على كوبري ستانلي. في عمارات على ايدك اليمين شاهقة الارتفاع، عالية قوي قوي قوي، شكلها حلو الصراحة. بس ده في منطقة ستانلي. اسكندرية طبعا هي أصل المصايف كلها. اسكندرية فيها شواطئ حلوة قوي برضو، فيها شواطئ اتجددت، ويعني شفت ناس صيفت في أماكن ومنزلة الصور بتاعتها، زي شاطئ النخيل والعجمي والأماكن دي كلها. هنا بقى ده كافيه سلطنة. كافيه ومطعم سلطنة بالظبط في الوش، على ايدك اليمين، قبل ما تنزل لشاطئ ستانلي. الاسماك دي طبعا في الكافيه. كافيه تحفة ما شاء الله، يعني ده يبقى السهر فيه بالليل جميل جدا. تشرب هنا الشاي، تاخد النسكافيه كده الصبح مع جو اسكندرية وهواها الجميل كده الصبح. كان يعني قاعدة صراحة ممتعة. الأسماك دي أول مرة أشوف أسماك تكون زينة، بتكون بالحجم الكبير قوي ده. حجمها ما شاء الله كبير جدا. يعني السمكة تعدي طولها، هنقول ممكن يكون طولها حوالي 35 سنتي أو حاجة. كبيرة قوي ما شاء الله. فقلت أمتعكم بالمنظر الجميل ده. ده في كافيه سلطنة، كافيه ومطعم سلطنة. غير كده الناس هناك شيك جدا في التعامل. يعني الويتر او اللي واقف قدامك الترابيزه، لو شاورت يمين او شمال ايوه يا فندم ويجي لك لا، بيقدموا الحاجه بطريقه شيك قوي هنا بقى ندخل على نزلة شاطئ ستانلي. زي ما انتوا شايفين، يعني زي سلم كده بينزلك للشاطئ. طبعا في رسوم دخول. وهنا بقى طبعا كباين ستانلي الشهيرة جدا والقديمة جدا. زي ما انتوا شايفين كده قدام شاطئ ستانلي وكوبري ستانلي. الكباين دي عددها تقريبا 174 كابينة. وطبعا الكباين دي اتجددت قريب، ما كانتش بنفس الشكل ده، كانت بشكل خشبي واتطورت بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين هنا ولادي حبوا ياخدوا صورة قدام الصورة الموجودة لاسكندرية دي. اسكندرية فيها رغم ان هي دايما جوها ممطر، بس تحس فيها بدفى وهوا من نوع خاص كده. هنا كده، دي بعد كده النازلة لشاطئ ستانلي وكوبري ستانلي. هنا دي الكباين. الكباين دي بقى حكايتها ايه؟ المؤسسات والشركات بتعمل عليها مزاد، والمؤسسات والشركات بتاخدها، وبعد كده انت كفرد او في مؤسسة او نقابة او حاجة بتأجر مثلا منهم الكابينة. الكابينة دي طبعا مفيش فيها بيات. هوريك دلوقتي الكابينة بيبقى شكلها عامل ازاي، وبتأجرها من امتى لامتى. بتأجرها تقريبا من الساعة 10 للساعة 12 بالليل. ده شكل الكابينة. بيسلمها لك، فيها شوية كراسي وترابيزة وكم شمسية، وطبعا فيهاش كهرباء ومراية. اللي عايز مثلا يقعد على هنا كده، او يحط حاجته لو هيقعد على الشاطئ او هيقضي يوم.
فبتحط فيها حاجتك كده. النقابات والحاجات دي طبعا بتأجرها بتبع مزادات، اليوم تقريبا ب100 جنيه. دي بقى الكافيتريات اللي موجودة على شاطئ ستانلي. طبعا التوقيت كان بدري قوي، يعني الكلام ده كان حوالي الساعة 10 الصبح أو 11 الصبح، فكانت الدنيا هادية زي ما انتوا شايفين كده. هي الرملة بتاعتها رملة صفرة بس محببة، خشنة شوية، خشنة يعني مش ناعمة، بس لونها أصفر. وده المنظر الرائع كده وانت قاعد. أنا بتهيألي المنظر ده يبقى أحلى بالليل مع الإضاءة واللمبات والحاجات دي، لكن هو منظر جميل جدا. وخاصة بعد ما لو طلعت على الكباين في الدور الثالث وتبقى كاشف الكوبري مع البحر، بيبقى المنظر جميل جدا. هنا بقى وكالعادة أسيبكم مع صوت البحر، وقد إيه تشوفوا الأمواج بتبقى عالية، هي مش أحسن حاجة للنزول. زي ما انتوا شايفين الموجة عالية إلى حد ما، يعني مش أنسب حاجة، أو جايز كان اليوم كان الجو كده مش أنسب حاجة للنزول، بس المنظر حلو إن أنت تستمتع بهوا. وطبعا اسكندرية قريبة كتير جدا، لحد حابب يروح على شاطئ أكيد في شواطئ يعني أحسن من كده بكتير، بس هو كجو عام وكشكل مكان شكله حلو جدا مش وحش. وده شكل الكباين من بعيد، تحس فيها كده بالعراقة والأصالة وحاجة قديمة قوي كده، شكلها جميل جدا. وده الاسكندرية دي عريقة وقديمة قوي، فيها المعالم الكتير والآثار الكتير، ويكفي إن فيها مكتبة الاسكندرية، فيها شواطئ كتير جدا، وفيها حاجات آثار يونانية وإسلامية، وفيها حاجات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع شواطئ تانية كتير.